تخيل معايا كده تبقى عايش حياتك عادي فقير على جدك والدنيا ماشية معاك بالعافية، وفجأة تكتشف إن صاحبك القديم اللي كنت بتساعده زمان بقى نجم مشهور وكل الناس بتجري وراه. النهاردة معانا قصة مؤثرة هتهز قلبك، فيها معاناة، صداقة، خيانة، وحلم بيتحقق وسط ألف عائق. دي مش مجرد حكاية، دي رحلة حياة من القاع للنجومية ومن التهميش للبطولة. فيلمنا النهاردة هو بيلو، عمل دراما هندي خلى كل اللي يشوفه فعلا يتدمع ويضحك من قلبه في نفس الوقت. يلا بينا نبدأ ونشوف الحكاية الغريبة اللي قلبت حياة القرية كاملة. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك أحلى القصص أول بأول. بيبدأ الفيلم بشخص اسمه بيلو بيبعت جواب لمركز تطوير الصناعات الصغيرة، وكان عنده محل حلاقة لكن العدة كلها بايظة، وعايز ياخد قرض يجيب بيه عدة جديدة، لكن القرض بيترفض وبيفضل يتحايل على الموظف من غير أي فايدة. وبنعرف إن حالة بيلو المادية صعبة جدا، ولما بيرجع البيت بيعرف إن أولاده مهددين بالطرد من المدرسة. وبيروح للمديرة تاني يوم وبتقول لي يدفع الأقساط في المكتب اللي براه، لكن بيقول لها أنا مش معايا فلوس، وبيتحايل عليها تخليهم يتعلموا، لكنها ما بتوافقش وبتطرده بره المكتب. وبيرجع بيلو للمحل والناس بتتريق عليه عشان المحل قديم ومش بيطور فيه ومفيش زباين. وبعد كده بيروح لمصنع راجل اسمه دانشان وكان عايز يعمل كورس جديد، لكن لما عرف إنه معهوش فلوس طرده. وبنشوف بعد كده ساهر، ممثل مشهور، بيتكلم مع مدير أعماله عن فيلم جديد، وعلشان آخر فيلم كان فيه مشاكل سياسية حياته بقت في خطر، فبيقرر يصور فيلم في قرية معينة. وواحد من أصحاب بيلو اللي بيكتب شعر بيقول له إنه ألقى قصيدة قدام الناس وعجبتهم، لكن بيلو مش مصدقه. وبنعرف إن صاحب المصنع ده مشند بخيل جدا وعايز يحلق عند بيلو عشان عامل تخفيض، والقرية اللي ساهر هيصور فيها هي نفس القرية اللي فيها بيلو. ومدير أعماله بيطلب بضاعة من التجار في القرية، والناس فرحت لما عرفوا إن ساهر جاي. وبيلو بيرجع للمديرة وبتوافق تمدله المهلة أسبوع تاني، وأولاده بيرجعوا من المدرسة وبيقولوا له بابا ساهر صاحبك بيصور فيلم هنا، وبيطلبوا يشوفوه. لكن بيلو كان تعبان وسخن، ورغم كده وعدهم إنهم هيخليهم يشوفوه. والقرية كانت في حالة نشاط بسبب السياحة والتصوير، لكن بيلو كان خايف يقابل ساهر وبيقول لمراته أنا مش متأكد إن ساهر هيفتكرني، وبيقول لها مش عايز أحرج نفسي. والناس في القرية بدأوا يعاملوه باحترام عشان فاكرينه صاحب ساهر. ومراته بتحكي للستات إن بيلو كان مع ساهر في الجامعة وساعده قبل كده لما اتعرض لحادثة واتبرع له بدمه. وأولاد بيلو بيقولوا لو ساهر ما جاش المدرسة مش هيروحوا تاني، والمديرة بتهدده بطردهم وبيضغط عليه لحد ما بيوافق إنه يجيبه. وبيروح يتصل بساهر في الفندق، لكن مدير أعماله بيشتمه، وبيلو بيكون عامل نفسه بيتكلم مع ساهر عشان ما يتحرش قدام الناس. ودمشند بيجي بعد كده للمحل وبيكون جايب له كرسي وعدة جديدة، وبيقول له مش عايز فلوس بس عايز ميعاد مع ساهر، لكن بيلو بيقول له أنا مش صاحبه، لكن محدش بيصدقوه. وصاحب بيلو بيقول له استفاد من اللي انت فيه، يمكن ربنا بعت لك ساهر عشان تحسن حالتك. وفعلا حياته بدأت تتحسن، وجاب هدايا وذهب لمراته، والمحل رجع يشتغل كويس. ومراته اقترحت عليه يمثل دور في التصوير عشان يقابل ساهر، وفعلا راح، لكن ساهر ما خدش باله منه. والمديرة كانت مستنية ساهر يجي المدرسة ولكن مش بيجي، ودمشند بيهدده تاني وبيقول له فاضل يومين، وبياخده بالعافية لموقع التصوير. والمدرسة بتدخل بتصريح من الوزير، لكن ساهر بيرفض يقابلهم وبيقول لهم إنه مشغول. وبيحصل خناقة وبيلو بيهرب، والناس بتقول إن بيلو ضحك عليهم وخد منهم فلوس، والشرطة بتقبض عليه. وبيرجع بيلو لبيته محطم نفسيا ويرجع يستخدم العدة القديمة. وفي المدرسة الكل بيروح وبيبقوا مستنيين ساهر، حتى مراته بتقول أنا نفسي أقابله. والمديرة بتحبس الراجل اللي استفز ساهر، وساهر بيجي المدرسة وبيقول كلمة يحكي فيها عن صديقه القديم بيلو وإزاي ساعده في أصعب الأوقات، وإنه السبب إنه بقى ممثل ناجح. وبيلو بيسمع الكلام ده من بعيد وبيتأثر جدا، وبيرجع بيته وبيتفاجأ إن ساهر جايله وبيقول له أنا كنت بدور عليك. وبيلو بيعترف له إنه هرب عشان حاسس إن مستواه أقل من ساهر، وساهر بيقول له أنا عمري ما نسيتك. وبيلو بيعرف على أهل القرية والكل بيحتفل بيه في الآخر. ودي كانت حكاية بيلو، الراجل اللي رغم فقره وهمومه عمره ما نسى أصله ولا باع نفسه، واللي اتعلمنا منه إن الخير اللي بتعمله عمره ما بيروح هدر. صداقة حقيقية، قلوب نقية، وحلمه فضل مستني اللحظة اللي يطلع فيها النور. فيلم بيلو مش بس قصة، دي رسالة لكل واحد حاسس إن مفيش أمل، ودايما في أمل، ودايما في ناس لسه بتفتكر لك الجميل. ولو عجبتك القصة دوس لايك واكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان ما تفوتش ولا حكاية من اللي جاية. استنونا في قصة جديدة وفيلم جديد، وسلام لحد ما نتقابل تاني.